من احلى الوصفات اللي عملتها على قناتي بمبار الفراخ. بجد لو دقتيها هتعتمديه في كل وصفة هتعمليها في اكلاتك او حتى في عزوماتك. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بحبكم في الله وبجد بشكر كل حد بيدعمني الفترة ديت. يلا بقى يا امارات نبدأ الفيديو مع بعض، بس ما تنسوش اللايك وكمان كومنت حلو زيكم تشجعوني بيه. هنا بقى معايا كيلو من الجناحات، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وكمان هنخليها مع بعض. انا خليت الكميه كلها مع نفسي بس سبت جناح واحد اللي انا اخليه معاكم عشان الفيديو ما يطولش قوي وكمان حبايبي يزهقوا منه. انا اتمنى ان انتوا تتفرجوا الفيديو للاخر عشان بجد هيعجبكم قوي. هنبتدي بقى نخلي الجناح. في الاول هجيب بقى السكينه، ابتدي بقى اللي انا اسلك اللحم من فوق وبعد كده هروح شاده الجناح على تحت. للناس اللي هتقولي طب السكينه لازم ليها تبقى حاميه، لا مش لازم. انا عموما السكينه بتاعتي ديت بارده بس انا بحبها قوي وما بقدرش ان انا استغنى عنها. حتى لو هتلاحظوا في كل فيديوهاتي اللي انا ما بستخدمش غيرها عشان بحب السكاكين الصغيره. بس لما الدنيا تروق معايا شويه وابقى انزل ان شاء الله اجيب حبه حاجات يعني اللي احنا نستخدم. وكمان لو انتوا حابين اللي احنا نصور مع بعض المشتريات في المحل اكتبوا لي في الكومنتات وانا طبعا ما اقدرش استغنى عنكم. انا هنا بقى كنت بقى بسلك الجناح برضو من تحت زي ما عملت من فوق هتعملي في النص، وبعد كده هتشدي هيروح متسلك معاكي على طول. هو الموضوع بس موضوع اعصاب، يعني احنا عندنا اعصاب الجناح برضو عنده اعصاب. بس بجد الموضوع سهل جدا. مش قادره بقى اوصف لكم الطعم تحفه، واقسم بالله طعم الجناحات كانت جميله بجد. بمبار فراخ احلى كمان من البمبار اللي انت بتعمليه. يعني جربي وانت ذات نفسك احكمي. مش شرط تجربي في كميه كبيره، ممكن تجربي في كيلو في نص كيلو حسب ايه الكميه اللي انت حباها. انا هنا خلاص بقى سلكته، يعتبر هقطع الحته اللي تحت. انا يعتبر خلصت الجناح. شايفين الموضوع سهل وبسيط. هبتدي بقى اللي انا اقلبه، حتى برضه هصور لكم برضه وانا بقلبه للناس اللي ما تستغربش الكم بتاع الجاكيت اللي انا لابساه متوسخ ليه. اكيد يعني مش لابساه وسخ، بس انا كنت بصور لكم فيديو الفينو في نفس الوقت. طبعا فيديو الفينو نزل للناس اللي ما شافتوش، هسيب لكم اللينك ان شاء الله في اول تعليق مثبت حلو قوي. وكمان اللهم صل على النبي. انا ما خدتش بالي اصلا اللي تكون متوسخ، يعني سامحوني سامحوني وما تضحكوش عليا. خلاص بقى سلكت الجناح وقلبته، عصرت ليمون بقى ونقعته في حبه ميه. طبعا زي ما انتم عارفين انا بغسل الفراخ بتاعتي بملح وليمون. سيبنا بقى من الفراخ، جبت بقى الحله على النار وحطيت فيها حبه من الزيت ونزلت بنص بصلايه مقطعاها مكعبات صغيره، وهنزل كمان بربع جزرايه بشراها. هبتدي بقى ان انا اشوح الكلام ده كله، بس اوعي تحرقيه، يا دوب بس هنشوحه ونتبله على النار طبعا بحبه زيت. وهروح بقى جايبه معلقه من السمنه، سواء بقى سمنه بلدي زبده سمنه عاديه يعني حسب ايه المتوفر عندك. جبت بقى كوبايه ونص من الرز وهنزل بيهم، هدوهم برضو تشويحه، وهبتدي ايه اللي انا اشوحهم كويس قوي. وبعد كده نحط التوابل. مش قادره اوصف لكم بقى الجزر لما بتحطيه سواء بقى في رز بسمتي او في رز عادي او حتى في الحشوه اللي انت هتحشي بيها فراخ او حمام او بط، بيديكي نكهه في الخلطه اللي انت بتعمليها حلوه قوي بجد. بيسكرلك الخلطه بس ما تكتروش زياده عن اللزوم. طبعا انا عامله كيلو عشان كده نزلت بربع جزرايه. طبعا لو عامله كميه اكبر هنزل بكميه اكبر، يعني هنضاعف الكميه حسب ايه الكميه اللي احنا هنعملها. نزلت بقى بالتوابل بالملح طبعا بس الملح حسب الرغبه. نزلت بكاري، نزلت بكركم، نزلت برشه بسيطه من جوز الطيب ورشه بسيطه من كباب الصيني، وهنزل كمان بورق روري. وهنزل اللهم صل على النبي بعد ما هشوحه كويس عليه بورقتين روري وواحده من الماجي. وكمان هبتدي ان انا اشوحه لمده دقيقتين 3، وبعد كده هنزل بالميه. بس احنا مش هنسويه سوا كامل، يا دوب بس هنسويه يعني يعتبر 50%، وال50% التانية هنسويه مع الايه الجناحات وكده. لو سويناه سوا كامل لما تيجي تحشيه بالجناحات اللي هو هيعجن منك ومش هيبقى مفلفل، يبقى الاحسن هنسويه 50%، وفي ال50 التانيين هنكملهم مع الجناحات وهي بتتسلق عشان يبقى مفلفل وايه وما يعجنش منك. يا دوب بس تشرب الميه، هديله تقليبه وهحطها ببوله لغايه لما اتبل الجناحات عشان يبقى الرز بيرد، عشان ايه اللي هو ملسعكيش. خليكي ايه ذكيه. اللهم صل على النبي. هنا بقى جبت بقى الجناحات طبعا بعد ما غسلتها كويس وصفيتها. حطيت بقى فلفل اسمر، وحطيت السبع بهارات، وحطيت طبعا ملح. الملح طبعا حسب الرغبه. حطيت كباب الصيني وحطيت رشه من جوز الطيب. مش هكتر التوابل قوي، هقلبهم بقى كويس قوي.
يعتبر عشان ادخل الملح والتوابل اللي انا حطيتها في قلب اللحم من جوه، ودي اهم حاجه. وهبتدي بقى اللي انا احشي ان شاء الله. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف للناس اللي حابه ايه تاخد المقادير وتجرب الوصفه، هتعجبك او هتعتمديها في كل وصفه في وصفاتك. هنا بقى كان بقى رز بارد شويه، هبتدي بقى اللي انا احشي. انا يعني حطيت يعني مش دي طبعا كميه الرز كلها، كنت سايبه حبه في الحله، قلت ايه عشان ما اوسخش الرز كله وانا بحشي. هكرر معاكم موضوع مره واتنين وتلاته، خلي بالكم عشان ايه ما تمنيش الجناح قوي ويفرقع منك، والرز يطلع ايه زي ما قلتلك معجن وكابس في قلب بعضه. يعني خلي الجناح مظبوط وفي نفس الوقت ما تسيبيش حته فاضيه. هي مالها الحته دي كانت بطيئه قوي ليه كده؟ هنا بقى جبت ورقه سلوفانه، وطبعا ورقه من الزبده، عشان طبعا مش هينفع نحط الجناحات على ورق السلوفان على طول، عشان طبعا نبقى ايه ضامنين صحه الحاجه اللي احنا بنعملها وناكلها لعيالنا. هنلف بقى الجناح، واهم حاجه اللي احنا واحنا بنلفه اللي احنا نضغط عليه جامد. ليه بقى؟ عشان لما تضغطي عليه الميله اللي بتبقى في الجناح يعتبر السبعه ديت هتروح خالص، وهيبقى شكل البومبار وهيبقى حلو جدا. حابه بقى ساعتها بقى تحمريه تعملي بالصلصه، يعني ايه اللي انت حباه. هقول لكم يعني على كذا طريقه، بس لما يجي وقت التحمير. كل حبايبي اللي بيتفرجوا عليا لو وصلتوا للحته دي عايزاكم بقى تدوسوا لي بقى لايكات كتير قوي، عشان توصلوا لي الفيديو دوت اكبر عدد من اللايكات. في كل فيديو بنزله معاكم ببقى عشمانه فيكم اللي هو يطلع ترند بيكم، طبعا من بعد ربنا سبحان الله وتعالى. لو ربنا رايد اللي هو يبقى الفيديو دوت سبب نجاحي ان شاء الله هنجح بيه. بس انا طبعا عشمانه فيكم عايزاكم بقى توصلوا لي اكبر عدد من اللايكات. طبعا كل حد بيدوس لي لايك بيفرح قلبي، وفي نفس الوقت الفيديو بيتشاف اكتر. شايفين هنا بقى وانا بلفه بضغط عليه جامد. الاول هنلفه بورقه الزبده وبعد كده بورق السلوفان، وهنبتدي بقى نقفله من الجناب كويس عشان ما يفكش مننا واحنا بنسلقه. خليكم مركزين. هعمل معاكم الطريقه ديت مره كمان عشان يبقى كده 3 مرات، واكمل انا بقى بقيه الكميه مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش وتخنقوني. طبعا انا حاسه ان الفيديو دوت هيطلع فيه دوشه كتير، سامحوني بقى لو طلع فيه حبه دوشه، عشان انا عند ماما. عشان انتوا عارفين يعني الايام ديت اللي انا بروح عند ماما كتير عشان اخويا وكده، وكمان عندنا ظروف ادعوا بقى اللي احنا نطلع منها بالسلامه. دوت بقى يعتبر اخر جناح هحشي معاكم. عايزاكم بقى تشجعوني وتكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم. كل كومنت بيجيلي بجد يعني مش قادره اوصف لكم، بيبقى ناقص كده اطلع اعمل فرح في الشارع وزغرط. بص انا صريحه بجد، اللي في قلبي بيطلع على لساني. ما بعرفش اللي انا مثلا اشكل الكلام، او اللي انا مثلا قبل ما افتح الفيديو اللي انا هرتب الكلام اللي انا هقوله. يعني انا بفتح الفيديو والكلام اللي يطلع مني هو اللي بيتسجل. ازاي كنتوا تبقوا عارفين حاجه زي كده بجد؟ بس النقطه كمان اللي انتوا ما تعرفهاش اللي انا كمان من غير ما اشوفكم بحبكم قوي قوي في الله. هنا بقى بوريكم التلاتة اللي انا عملتهم، هتغمضوا هتفتحوا هتلاقيني خلصت بقيه الكميه. شايفين الجمال؟ هي اصلا الجناحات بتتكلم عن نفسها من قبل حتى ما اعملها. شايفين بجد حلوة قوي. هنا بقى حطيت المية على النار تغلي، هنزل بقى بكمية الجناحات. بس الصراحة حسيت ان الحلة صغيرة، نقلتها في حلة تانية. يعني هي الكمية خدعتني وقلت دي كمية صغيرة ورحت حاطة الحلة ديت. بس حسيت ان انا لو سبت الكمية كده في جناحات هتتسلق وجناحات لا، عشان كده رحت نقليها في حلة اكبر وحطيت مية في الكاتل تغلي. وحطيت نص بصلايه، والنص التاني طبعا استخدمته في الخلطه. كانت البصلايه كبيره عشان كده استخدمتها نص هنا ونص هنا. حطيت بقى حبان ورق لوري وفلفل اسمر والسبع بهارات وملح. مش هضيف اي حاجه تاني. مش شرط ان التوابل تبقى كتير عشان الاكل يطلع طعمه حلو، لا بالعكس ممكن نعمله يعني بنكهات بسيطه او توابل بسيطه والاكل يطلع طعمه حلو جدا. هنا بقى الميه كانت غلت زودتها بقى، وهسيبها لمده نص ساعه على نار عاليه، وهتلاقي كده الجناحات معاكي بقت زبده. هنا بقى بعد نص ساعه بالظبط عريت عليها. شايفين حتى هتلاقي واحده الورقه بتاعتها اتفتحت. قفلت بقى النار وتعالوا بقى نفتحها مع بعض. كنت الصراحة كنت حابة اشوف واحدة فتحتها وكده، اللي كانت مفتوحة لقيتها بقى بص بالجمال دوت، ولا فكة ولا الرز مهري وشايفينه متماسكة، بس كانت سخنة قوي على ايديا. افتحهم بقى عشان بقى كنت حاطة حلة المحشي على النار. بس طبعا ما رضيتش بقى ان انا اصور معاكم المحشي، كنت لسه منزلاه من قريب. هي يعتبر كانت يعني حبة فاضلين عندي في الفريزر من الكمية اللي كنت عاملاها من قريب، قلت لما اعملها جنب بومبار الفراخ الخطير اللي احنا عملناه دوت. مش بقى ولا واحده فكه ولا واحده مهريه، كل الكميه طالعه زي بعضها متماسكه وحلوه قوي. لازم بجد تجربوه. قومي كده لو عندك بقى في التلاجة كده جناحات قومي يلا اخليها واعملي الجمال دوت والعظمه ديت. مش قادره اوصف لكم جوزي قال لي عليه ايه، قال لي بجد حلو قوي، وما كانش بجد مصدق ان ديت جناحات. كنت الصراحه اول مره اعملها وعجبته جدا جدا.
هنا بقى حطيت بقى الزيت على النار وخليته سخن كويس، وبعد كده هنزل بالجناحات اقليها. تعالوا اقول لكم بقى، لو حابين مثلا تحطي حته زبده وتشوحيها هتنفع، لو حابه برضو تشوحيها بمعلقه سمنه هتنفع، حابه مثلا تدهني الوش صلصه وتحطيها مثلا في الفرن اللي هي تتحمر هتنفع. مش شرط ان انت تقليها في الزيت، بس انا حبيت ان انا اقليها في الزيت عشان يبقى زيها زي البومبار اللي احنا بنعمله. طبعا الممبار طبعا احنا بنقليه، ما بنحطوش في الفرن او حتى مثلا بنعمله بالصلصه. عشان كده بدل هي اسمها فراخ بومبار، يبقى طبعا لازم نقليها. عشان كده حبيت ان انا اعملها بالطريقه ديت. تعالوا بقى نطلعها مع بعض. شايفين الصبع متمسك زي ما هو، سلقته وحمرته وما فكش مني خالص. خلاص بقى قليت بقى بقيه الكميه. تعالوا بقى نشوفها مع بعض. هنا بقى حبيت بقى ان انا اظبط كده الموضوع، ورشيت رشه من الخضره. شايفين بقى الصابع عامل ازاي؟ بجد الكاميرا ظالمه اللون، اقسم بالله اللون تحفه. تعالوا كده نلفه مع بعض، حلو قوي قوي. والله يعني مش قادره اوصف لكم. الكميه خلصت والله، اتنسفت. يعني انا كنت عاملاه والصراحه ما كنتش متاكده اللي هو هيعجب جوزي ولا لا، بس عجبه جدا وما شاء الله يعني كل منه. وقال لي كمان ايه بيعملهن. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا ممكن تقدروا تخزنوه في الفريزر، بس وهو ني مش مستوي، يعني هتحشيه وكل حاجة وتروحي لفاه في الورق السلوفان وتروحي مخزناه في الفريزر، هتطلعيه على السوا على طول. وبجد برضه هيبقى حلو قوي. يعني مش شرط مثلا انت مثلا لسه تعملي الخلطة، لا ممكن تجيبي كمية وتروحي مثلا مجهزاها، تطلعيها تسلقيها وتحمريها، وبألف هنا وشفا مقدما. تعالوا بقى نجهز الصينية. شايفين المحشي بتاعي عامل ازاي؟ لسه منزلاه من على النار حالا ومتبخر وحلو قوي. بس بقى مش قادره اوصف لكم، سيبكم بقى من المحشي، من الجمال بتاع بمبار الفراخ. حلو قوي. عملت بقى طبق لسان عصفور وطبق ملوخيه. محلتي طبعا عامله محشي، لازم بقى نظبط الموضوع. صرفنا وكدينا بقى العيال وابو العيال ب30 جنيه. طبعا زي ما انتم عارفين كان عندي حبه خلطه وحبه كرنب فاضلين من المحشي بتاع الفيديو اللي فات. ما اشتريتش بس غير كيلو الجناحات، وطبعا كان عندي رز في البيت وحشيتهم. شايفين؟ بجد اكله تحفه، اكله ملوكي بجد. تحطيها على سفرتك، لو حد طبق عليكي على فجأة تقدري انت تعمليها بكل سهوله. شايفين صبع المحشي بتاعي كيوت ازاي؟ لا لازم تجربوها. قلت بقى لما ارش بقى رشه من الخضره ان شاء الله بقى ما حد حوش، عشان تعرفوا انا صارفه ومكلفه. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ مفلفل. اتمنى بقى ان انتوا بقى تجربوها. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وكمان كومنت حلو زي كنت تشجعوني.